السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة أخرى من وصفات من يد مغربية. كنتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. دائما في إطار الحلويات الراقية والبنينة واللذيذة بزاف واللي سهلة في التحضير. اليوم غادي نحضر معكم هاد المعلكة، فيها واحد التخليطة يا سلام، شي حاجة هموية ديال تحميرة الوجه والبنة. ما نقول لكمش سهلة في التحضير وناجحة من أول تجربة. كنتمنى إن شاء الله تبعوا الفيديو حتى الاخر، وان شاء الله تجربوا هاد الحلوه هذه وتعجبكم بالصحه والراحه. ما تنسوش واحد جيم الفيديو الا جات على خاطركم، وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاهل باش تعم الفائده. ودابا ندوزو للطريقه والمكونات بعد ما غادي نفتح معكم وحده. شوفوا التعليكه والبنه والرطوبيه، شي حاجه ان شاء الله اللي غادي تعجبكم بزاف. ودابا اجيو معايا نشوفوا المكونات والطريقه اللي هي سهله بزاف وفرجه ممتعه. بسم الله. باش نحضروا هذه الحلوه هذه، المهم غادي نقول لكم الطريقه والمكونات في نفس الوقت باش ما نطولش عليكم الفيديو. المقادير غتلقاوهم اسفل الفيديو مكتوبين في صندوق الوصف. عندي 500 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته وطحنته، ما طحنوش حتى يطلق الزيت، غير يبقى مهرمش شويه هكا. المهم يكون مطحون مزيان ولكن ماشي لدرجه يطلق الزيت. عندي 200 غرام ديال الكركاع اللي طحنته وكيبقى مسمد حتى هو ما يطلقش الزيت. وعندي هنا 400 غرام ديال اللوز اللي فسختو في الماء طايب وخليته حتى نشف وطحنته حتى هو كيبقى شويه مسمد. عندي واحد الفاني، عندي قبيصه ديال الملح تقريبا راس معلقه صغيره، وعندي هنا سكر كلاصي مغربل 400 غرام، وعندي جوج خمارات من وزن 8 غرام ضروري خصهم يتغربلوا. وعندي هنا 60 غرام ديال الكاكاو المور، يعني نوعيه ممتازه، حتى هو ضروري يتغربل. غربلوا المكونات هادو اللي قلت لكم خصهم يتغربلوا باش كتجي النتيجه مزيانه. بالنسبه للبيض عندي هنا 4 البيضات حجم متوسط، وعندي جوج ديال صفار البيض. يعني هنا عندكم المقادير مضبوطين 100%، ديروهم غادي يصدق معكم الحلوه. عندي هنا 4 ديال المعالق كبار ديال مربى المشماش، ما عامرينش يعني بومبي مقببين، غير عاديين هكا. اول حاجه غادي نخلطوا مزيان بيدينا دوك العناصر. خدموا يديكم بجوج ولا بحال كتفتلوا الكسكسو حتى غادي تولي بحال هكا. ديك الساعه غادي نزيدوا المربى او الكونفيتور ديال المشماش، وغادي نخلطوا داك البيض نطربوه وغادي نضيفوه كامل دقه وحده. انا قلت لكم المقادير مضبوطين، ما ناقصين ما زايدين. داك الصفر ديال البيض غادي نخليه بلاتي وغادي نزيدو. هنا غادي نخدم هادشي كامل، غادي نخلط هادشي كامل ونبدا ندلك مزيان مزيان. خصكم تدلكوا مزيان هاد المعلكه هادي باش كتنسجم ديك المقادير مع بعضياتها وكتجي الحلوه ناجحه. صافي غير كنتاكدوا باللي هاد دوك السوائل دخلوا مزيان في المكونات وفي الخليط. هنا غادي نضيف جوج ديال صفار البيض، غادي تضيفوهم كاملين وغادي تخدموا هاد العقده هادي. كتجي كتلصق في اليدين شويه. صافي غير نتاكدوا ان كلشي تخلط مع بعضياته، ما تخليوها لا ترتاح لا والو، غادي تخدموها في البلاصه. كنتم مزروبين ماشي مشكل، غطيوها وديروها في الثلاجه حتى من بعد. هنا عندي نصوصه ديال الكركاع باش غادي نزين. عندي هنا الزنجلان بيض، الا بغيتو ديروا زنجلان بيض ديروه، بغيتو ديروا الزنجلان البلدي العادي ديروه، بغيتو ديروا اللوز مهرمش كتشدوه تمسحوه تهرمشوه وغربلوه من ديك الغبره اللي فيه وزينوا به اللي بغيتو. وعندي بياض البيض اللي بقى ليا من داك الصفار اللي حيت، غادي نبقى ندوزو فيه الكويرات ديالنا. المهم من الاحسن، يعني احسن حاجه هو تبقاو دوزو يديكم في بياض البيض ودوزو فيه، يعني ما تغطسوش الكويرات بحال كيف درت انا. راه من بعد كملت انني غير كندهن يدي بياض البيض باش ما تهزلكمش بزاف ديال الزنجلان. يعني غير دهنوا يديكم مزيان بياض البيض وكوروا بين يديكم دوك الكويرات ولوحوهم في الزنجلان اولا في اللوز كيف قلت لكم، لكم الاختيار. ومره مره دوزوا يديكم في ما زهر. صافي غادي نبداو نكوروا الكويرات ديالنا. ديروا الحجم اللي بغيتو، انا درت فيهم 30 غرام حيت كيعجبوني الملوزات يكونوا كبار.
صافي هنا غادي نبقى نثبت عليهم داك الزنجلان الابيض اولا الزنجلان الاحمر كي قلت لكم، يعني البلدي العادي ولا اللوز كيف قلت لكم. كنمسحوه وكنهرمشوه كيبقى شويه غليظ، ما ترققوش بزاف، وغربلوه من ديك الغبره اللي فيه، ديك الغبره احتفظوا بها، ديروها في شي حلوه ولا شي صابلي راه كتنفع، ما تلوحوهاش. وبداو دوزوا العجين ديالكم، مني بداو تكوروا قببوها شويه الفوق بحال كيف درت انا، باش مني غادي تنزلوا فيها داك النصوصه ديال الكركاع غتجي هي هذيك ما تهبطش كاع حتى الارض. ها نتوما قببتها شويه من الراس. غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي، راه سهله الطريقه ماشي صعيبه. الفران غادي نسخنوه مزيان مزيان، ديما تنقول لكم في المعلكات اولا في الملوزات خص الفران يسخن بحال غادي طيبوا الخبز، يعني يكون سخون مزيان مزيان. غادي ندخلوا اللاطه ديالنا للفران، غادي نديروها الفوق قريبه العافيه من الفوق عندها، ونقصوا لها ل 180 درجه ونخليوها الفوق والتحت. هنا كيف شفتوا دوك النصوصه ديال الكركاع كندوزهم في داك بياض البيض اللي شاط ليا باش كيتبتوا مزيان فوق الحلوه. وغادي ندخلوا اللاطه ديالنا للفران كيف قلت لكم مسخن مزيان، وغادي نقصوا له ل 180 درجه ونخليوها غير تشوفوها تفرقعات مزيان وتشققات، يعني تقريبا واحد ربع ساعه ثلث ساعه كتخرجوا الحلوه، ما تخليوهاش طيب بزاف بزاف باش ما تقصحش. وكيف شاهدتوا في التقديم هذه هي الحلوه ديالنا بعد ما طابت، كتجي مبهجه ومشققه وبنينه ومعلكه ورطبه. المهم اي حاجه قلتها في حقها راها قليله، جربوها وغادي تعرفوني علاش كنهضر. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه، الى فيديو مقبل بحول الله. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم، مع السلامه.